السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. أهلا بكم بحلقة جديدة. حلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم فيها عن عملاق جزائري سيطر على لجنة التحكيم العربية وأكبر المسابقات اللي بتقام في الشرق الأوسط. هنشوف دلوقتي العملاق الجزائري إزاي قدر يسيطر عليهم وجعلهم كلهم يا جماعة يتخيلوا إن هذا الشخص ولد ليكون بطل هذه المنصة، إنه ابن الجزائر. هندخل مع بعض يا جماعة نشاهد الفيديو ونشوفه عمل إيه بصوته القوي في لجنة التحكيم. بس يا جماعة قبل ما ندخل على الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمع الفيديو. كمال رزوق، أعتقد المسؤولية عليك أكبر لأنك المفروض تأخذ هذا اللقب مرة أخرى للجزائر. ان شاء الله معي الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني يا حبيبي. إن شاء الله يكون معك وكل الوطن العربي معك. كمال، شو نشوتك اليوم؟ هذا الذي صار ليلى. أتمنى لك التوفيق. إذن مع المنشد كمال رزوق من الجزائر. بذكر محمد دامت لنا الأفراح، بذكر محمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح، بجبينه نور كمصباح بدا، بجبينه حبيبي صلوا عليه، بجبينه نور كمصباح بدا، للعالمين جميله الوضاح، حاز الجمال حاز الجمال، حاز الجمال، ونال يوسف بعضه، ملئت لنا بذكر صفاته الأرباح. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى، هذا وهو بالأفق الأعلى، حباه الله كل الأنوار، فهو عمادي يوم المعاد، فهو عمادي يوم المعاد، نبينا طه المختار، صلوا معانا حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معانا يا حضار، حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معانا يا حضار، فهو عمادي يوم المعاد، وعمادي يوم المعاد، نبينا طه المختار، صلوا معانا على العرش رقى الجميل، وخاطبه المولى الجليل، وقال أبشر يا خليل شفاعة لمن تختار، على
رقى الجميل على العرش رقى الجميل وخاطبه المولى الجليل. طبعا يا جماعة زي ما كلنا سمعنا الصوت قوي جدا بأمانة عملاق. الفيديو سرقني، والفيديو بأمانة يعني كلمات شدتني وخلتني اتأثرت بكلامه، حتى يا جماعة وهو بيعبر عن كلام كلام المصطفى، كلام كبير بأمانة، حاجة جامدة بأمانة. الجزائر بتطلع لنا موهبة فذة. كلنا عارفين يا جماعة المنشدين في الوطن العربي عايزين الناس ديت كتير، عايزين من دول كتير، عايزين الناس تغير آرائها وتغير فكرها. فخلونا نكمل مع بعض يا جماعة الفيديو، وهسيب الحكم لحضراتكم. يلا بينا. وقال أبشر يا خليل شفاعة لمن تختار. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل اسمع على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. من الجزائر العريس كمال رزوق، يعطيك العافية يا كمال. وشو تقول لجنة على هذا الجمال؟ نسمع رأي أستاذ لطفي مشناق. صوت ما شاء الله كمال، الله يبارك لك ان شاء الله. صوت عريض وصوت جميل ومتمكن، قفلات عرب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. توكل على الله، ربي يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله مشوار جميل، وان شاء الله مسيره فنيه ناجحه ان شاء الله. ربي شكرا يوفقك. أستاذ لطفي. أستاذ محمد ثروت. ايه الجمال ده يا كمال، رائع. صوت وامكانيات وخير سفير للجزائر الشقيق. تحيه ليك ومستقبل كبير. شكرا أستاذ محمد. أستاذ عاصم البني. يعني قال الجمهور 1 2 3 ما بعرف كمال صوت جميل يعني دبلاجري، وانا معهم بقول لك 1 2 3 دبلاجري. شكرا أستاذ أسامة الصافي. أخي كمال، ذكرتني في موقف أنشدت فيه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد المشايخ بكى وقال بهذا الدعاء، وأنا أنقل لك الدعاء الذي قاله: أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعك وأنت تشهد مدحا له أمامه. شكرا. آمين إن شاء الله نكون احنا جالسين حوله كلنا إن شاء الله. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. كمال رزوق، يعطيك العافية على هذا الأداء الجميل. حاب الجمهور يصوت لك ولا مكتفي برأي اللجنة؟ والله حابب الجمهور يصوت لي. أشكر أحبابي في كوات سوف، الشعب الجزائري، الشعب الفلسطيني، كل العرب. إن شاء الله يجمع شملنا وقولهم. طبعا يا جماعة كده وصلت نهاية الفيديو اللي معايا النهاردة، وأتمنى إن الفيديو يكون نال إعجاب حضراتكم. ويا ريت يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.